ضعوا السلاح النووي جانباً وتأملوا هذا السلاح. طائرة بحجم إصبع الجندي، وزنها 16 جراما فقط لا غير، ثمنها يصل إلى 195 ألف دولار، قد تحسم معركة المدن لصالح الأوكرانيين. بلاك هورنت، الدبور الأسود، مايكرو درون، اخترعتها شركة نرويجية واستحوذت عليها شركة أمريكية، تتسابق عليها جيوش العالم وحلف الناتو. بريطانيا والنرويج وعدتا الجيش الأوكراني ب850 منها في أغسطس الماضي، ومن يومها بدأت تميل الكفة الميدانية لصالح الأوكرانيين. فماذا يملك الدبور الأسود ليكون بهذه الأهمية وبهذا الثمن الباهظ؟ الطائرة مخصصة لعمليات الاستطلاع والدعم الاستخباراتي، تأتي ضمن نظام محمول يضم قبضة تحكم وشاشة لمس، وزنه بالكامل يزيد على الكيلوغرام بقليل. لا يحتاج الجندي أكثر من 20 دقيقة ليتعلم تشغيل الطائرة، ويمكن إخراجها وإطلاقها بأصابع اليد في دقيقة. في الطائرة نظامان للملاحة، الأول عبر التيار الآلي المثبت فيها وبرمجة مسار محدد مسبقاً باستخدام GPS، أما النظام الثاني فيكون عبر التحكم اللاسلكي اليدوي. بلاك هورنت فيها 3 كاميرات في مقدمتها قابلة للتوجيه، وتغطي طيفاً مرئياً واسعاً يصل إلى 1000 متر، ولها القدرة على التصوير الليلي والتصوير الحراري، وتبث مشاهد مباشرة من المكان إلى شاشة المشغل، كما أنها تأخذ صوراً عالية الدقة للأهداف والجغرافيا لتحليلها لاحقاً. التصميم الديناميكي جعلها مقاومة للأمطار والعواصف والرياح، وهي مثالية لحرب المدن والمناطق المأهولة. يمكن إرسالها عبر أصغر فتحة في النافذة أو الجدار للكشف عن العدو والقناصين، كما تستطلع طريق القوات البرية وتتأكد من عدم وجود كمائن وأفخاخ. تنفذ مهمة مستمرة مدتها 25 دقيقة، وتصل سرعتها إلى 10 أمتار في الثانية، ويصل مداها إلى 1600 متر، لتبقى على اتصال بالأنظمة الرقمية التي تشغلها. وبينما يتم شحنها ب25 دقيقة فقط، تكون طائرة أخرى في النظام تنفذ المهام الاستطلاعية. محركها كهربائي، ما يجعلها شبه صامتة ولا يمكن رصدها أو رؤيتها بسهولة. ولا تخزن هذه الطائرة أي معلومات، ما يجعلها مجرد خردة إذا ما وقعت بأيدي العدو، إلا إذا حصل على أداة التحكم والبرمجة معها. وتعمل الشركة المطورة على رفع الكفاءة العسكرية للدبور الأسود، وصولاً إلى طرازات أقل ثمناً يسمح بانتشار هذا السلاح الذي كان حاسماً في معارك معينة في أفغانستان، والاعتماد عليه في الاستراتيجية الدفاعية، خاصة في حروب معقدة مثل الحرب الأوكرانية الروسية. فبعد طائرات بحجم الطيور، آن الأوان لديهم لطائرات فعالة بحجم الحشرات. ولا ندري ماذا في جعبة تكنولوجيا السلاح.